السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله النهارده معانا طريقة عمل البتنجان المخلل زي المطاعم واحسن كمان، وسر الخلطة واللون الاحمر بمذاق يفتح النفس. يلا نسمي الله ونبدأ الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 2 كيلو بتنجان ابيض، حبة متوسطة، يعني مش كبير ولا صغير، يعني الحبايه كده متوسطه. انا هنا سايبه كام واحده معاكم علشان اشيل معاكم علشان اشيل القمع معاك. انا هنا بشيل القمع زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، بشيله ومش بقطع بوز البتنجانه، بسيبه زي ما هو مقفول. بشيلها وبشيل القمع وبفتحه فتحه كده من الجنب البتنجانيه علشان لما اجي احشيها زي ما انتم شايفين كده. انا عامله بقيه الكميه بره الفيديو يعني عشان ما اطولش الفيديو عليكم. البتنجان ده جميل جدا، حلو قوي على الفطار والغدا، حلو بيفتح النفس يعني. انا هنا خدت البتنجان في ميه مغليه، ميه بتغلي، ونزلت بيه على النار. انا بس مش هسويه قوي، انا هديله بس غلوتين، يعني مش هسلقه سلق كامل. هنا بقى سر الميه الحمراء، انا بحط معاه نص بنجرايه، بيديله لون حلو وكمان طعم حلو. هنا بقى معايا فلفل الوان، فلفل احمر بارد وفلفل احمر حامي، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا قد راس توم كده مقشره، وده عصير ليمون، ومعايا خل، ومعايا بابريكا وملح وكمون. دي كل المكونات اللي انا هستخدمها. انا هنا بضرب الفلفل الفلفل الاخضر والاحمر والثوم في الكبه. يعني انا مستخدمتش شطه حمراء اللي هي الناعمه ديت، لان انا اكتفيت بالقرنين الفلفل الحاميين دول، هما بالنسبه لي كفايه يعني. آه، البتنجان ده حلو قوي للناس اللي عامله دايت، هو مسلوق وما فيهوش زيوت يعني ومواد دهنيه. الطريقه دي حلوه، جربوها، احسن من اللي بيجي من المطاعم وانضف طبعا. هنا انا بخلط الفلفل ده الاحمر، معايا هنا ربطة كزبرة. الكزبرة جميلة، بتدي ريحة وطعم حلو قوي للبتنجان. هنا انا غسلاها ومنضفاها وبفرمها فرم ناعم، وبرضه هنزلها في الكبة تتفرم اكتر يعني. متنسوش تشتركوا في القناة، اللي مشتركش يشترك عشان يوصلوا كل جديد، ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا الاشعارات. هنا خلاص فرمت الكزبرة. لو حابين تستغنوا على الكزبرة، بس هي بتدي طعم حلو قوي للبتنجان. ده الليمون، وهحط كده حوالي نص كوباية خل، وهنا الملح والبابريكا والكمون، بقلبهم كلهم مع بعض. دي الخلطة اللي هحشي بيها. البتنجان اتسلق خلاص وبرد، كنت سلقته وبرد ما شاء الله حلو، ومش مسلوق قوي، نص سلق. البتنجان ده ممكن تقعدوه عندكم بشهر كامل او اكتر. هنا العلب ديت علب وجبات يعني، كانت عندي، فانا هحفظهم فيها. هما ال2 كيلو ملوا لي 3 علب. شوفي بالطريقه بتحشى بالطريقه دي. الفتحه اللي انا فاتحاها بحط فيها الحشو وبرصه كده في العلبه. ممكن تحطوا العلب دي بغطا، بتتحط كده، بتتحفظ في التلاجة، ممكن يقعد اسبوعين او شهر، تاكلوا منه عادي ما بيجرالوش اي حاجه. او زي ما انتم شايفين كده. وده عمل معايا 3 علب، شكله يفتح النفس وحاجه كده تحفه من الاخر. انا الميه ديت دي ميه السليق، خدت منها حوالي كوبايتين. ده الميه اللي انا سلقه فيها لونها احمر، وهقلبهم في بقيه الخلطه ديت وهغطي بيهم البتنجان، هرش بيها على البتنجان عشان تحفظها، دي مادة الحفظ يعني.
او ميه مغليه ومتعقمه يعني. هسيبها كده شويه شويه. انا هنا انا حطيت على الوش زيت زيتون، بس للاسف الحته دي ما اتصورتش. هحط كده حوالي معلقتين زيت زيتون على كل علبه على الوش، واغطيهم واحفظهم في التلاجة. ممكن بقى تطلعي منه في الفطار، في الغدا، في العشاء. طعمه حلو، حلو يعني، وتحفة بصراحة. كفاية ريحته بس. كده خلاص. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتدعموني، اللي مشتركش في القناة يشتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.